تبا للمستحيل. فلسنا ممن يرفع شارة التسليم بسهولة، فإن كانت حلبة صراع الحياة قاهرة فإني بالصلابة أتلحف، وبالإقدام أحتزم، وبالعناد أتحدى كل عسير. فلا اليأس عنواني، ولا الجبن من شيم عزيمتي، وأعلم تماما أن طريقي عسير، فملامح الحياة تكمن بين الكبد، وكلنا نعيش تحت سماء مكابدها وصعابها. ولكن الفرق بين المهزوم والمنتصر أن المهزوم يأس وسلم الراية البيضاء بخيبة، أما عن المنتصر فقد عاند كبد الحياة حتى وصل بلا كلل ولا ملل. لذا احذر أن تكن مهزوما، فعليك أن تدرك أنك بالجد ستصنع من المحال حالا. عاند الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغلى متابعين في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا بالحسنة المجانية النهاردة. صلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دي كمية من البطاطا أنا جبتها، تمام، نضفتها زي ما حضراتكم شايفين عشان هخزنها وافرزها وهعمل منها معجنات. تمام. نضفنا كده، وبصوا حبايبي بيقطعوا معايا البطاطا صغير، وغسلتها كويس جدا، وبعد كده حطيتها في حله فيها ميه على النار. بس يا ريت ما تغلطيش غلطتي وتملي الحله ميه، لان هي بتنزل ميتها. حطي نص الحله ميه. تمام. هنا سلقتها، وبعد ما سلقتها حطيتها تتصفى. متنسينيش في اللايك، وفرحانه جدا بوجودكم معايا ومشاهداتكم. طبعا صفيتها، والميه بتاعتها مش هرميها خالص لاني هحتاجها. تمام. بصوا هنا يا حبايبي انا فرستها زي خدت اللي انا يكفيني اللي انا لعمل اليوم، والباقي فرسته في اكياس كده زي المانجا، زي اي خضار بتفرزيه. فرزيها مسلوقه او طلعيها على طلبك، لا معجنات لا اما لصواني، للطريقه اللي انت عايزاها. ودي ميه البطاطا انا احتفظت بيها كده وحطها في الفريزر. تمام يا حبايبي. بصوا ولادي حبايبي ربنا يبارك لي فيهم ويرزق كل مشتاق يا رب. لازم يحط التاتش بتاعه، كل واحد يشيل ايده شويه والتاني يحط شويه، ربنا يبارك فيهم ولايك. تمام. هنا بقى دي الكميه اللي انا هعجن بيها، هعمل بيها معجنات زي ما انتوا شفتوا كده البيتزا في الاول. طبعا خدت مقدار من البطاطا شويته مع بتنجان في الفرن. تمام. والباقي طلعت منه جزء كده لله او لحبايبي يعني. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل البيتزا بايه؟ يسو بيتزا بالبطاطا. تمام. وفرنا في الدقيق، وهنشوف الطريقه كده مع بعض. نسمي الله. هنحط كده الخميره على السكر. بص دي ميه البطاطا اللي انا هعجن بيها، مرمتهاش، ناعمه بصراحه، ناعمه وجميله. الخميره على سكر واحط زيت. معلش المقطع انا افتكرت التليفون بيصور ما صورش. وعلى نص كوبايه ميه البطاطا. بوريكم انا خدت معلقتين سكر ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه. تمام. وهقلبهم كويس، وبحط عليهم كمان رشه ملح. تمام يا حبايبي. اظبطي عجينك بقى زي ما انت عايزه. بصراحه البطاطا ناعمه في التوفير في الدقيق بصراحه. انا بجربها من زمان ومنزله فيها فيديوهات كيكه بالبطاطا، وعامله منها كمان معجنات. هنا طبعا بحط كده مثلا بتاع 3 معالق دقيق ولا حاجه، زيت ولا حاجه، سوري. وبقلبهم كويس في بعض وبركبهم. سمعتوا الصوت ده؟ انا من امبارح كده عايشه في رعب، مش عارفه في اصوات غريبه، حاجات بتقع. الله المستعان. هو شغل قران والله سوره البقره. قلبتهم كويس. بصوا انا معاكم خطوه بخطوه. تمام يا حبايبي. بصراحه كنز في البيت، توفير. انتوا عارفين طبعا كيلو دي بكام؟ وصل ل25، في ناس بتبيعه ب20. بصراحه هتوفر عليكي كتير جدا. يعني مثلا كوبايتين البطاطا هتحطي عليهم كوبايتين دقيق. بس برضو في هنا تكايه انا تعبتني او هدرت معايا شويه دقيق، ان انا حطيت ميه. البطاطا ما كانتش صفت كويس من ميتها. يعني تحطي البطاطا لوحدها من غير ما تحطي ميه، فاهميني يا حبايبي؟ هنا بصوا بحط كده مقدار ايه، كوبايتين بطاطا. هتشوفي بنفسك ازاي خليتها ناعمة متجانسة مع العجينة، وازاي طلعتني بسم الله ما شاء الله. صينيتين بيتزا، حاجة كده فاخر من الاخر، والطعم والريحة روعة. وعلى فكرة ما بتنشفش عجينة البيتزا، سبتها كمان في الفرن ولعت عليها فوق وتحت، ما بتنشفش ابدا زي العجينة اللي هي بالدقيق. لا بأمانة جميلة جميلة جميلة. حتى لما بات منها فضلت من غير ما اغطيها، من غير ما احفظها في تلاجة، فضلت طرية كأنك لسه عاملاها. بصوا بقى على قد ما بقدر بهرس كده بالويسك اللي هو المضرب. وبعد كده هتعامل بايدي.
بس امتى؟ بعد ما هضيف الدقيق. بصوا انا على قد ما بقدر بهرسها. تمام تمام. مش هتندمي ابدا ابدا. للتوفير، حاجه من سلسله التوفير لمحاربه الغلاء اللي احنا فيه. هضيف كده الدقيق بتاعي. دول كده عباره عن كوبايتين دقيق. انخلي بقى كويس ودخلي الهواء في الدقيق. طبعا تعملي كده بصوا هو كده ابني عايز هو اللي يا ابني سيب، لا يا ماما انا اعمل، انا عايزه اشتغل قدام الكاميرا. ربنا يبارك فيهم. وفي الاخر خدت انا وخلصت. تمام. نخلتهم وحطيتهم كوبايتين الدقيق. بص بقى كده معايا هبتدي ان انا اعجنها واخليها ايه متجانسه وناعمه وحاجه كده جميله. في هنا بعد ما عجنت لقيتها برضو محتاجه دقيق. ليه؟ لان البطاطا كان لسه الميه بتاعتها ما اتصفتش، وحتى لو اتصفت هي بتحتفظ بكميه ميه جواها. تمام. انا ما بحبش اعجن العجين بصراحه ويلزق في ايدي. بصوا طلعت برضو ازاي. هنا بقى بقت ايه، اضربها انعمها اخليها تتجانس في بعضها وكمان تطلع لي عرق. طلعت لي عرق بسم الله ما شاء الله مع كوبايتين الدقيق كانه عجين دقيق صافي. بصوا بقيت بربوها ازاي، بنعمها عشان ملقاش فيها اي تكتلات. الخطوه دي مهمه جدا يا بنات في اي مرحله تحطي فيها، في اي معجنات تحطي فيها البطاطا. عفوا. هفضل بقى اعجن فيها واشوف الدقيق اللي تحتاجه، علشان هي كانت غلطتي ان انا زودت نص كوبايه الميه بتاعه البطاطا، فعلا ما كانتش محتاجاها. وميه البطاطا يا بنات ما ترموهاش، كنز احسن من الربن الرايب في العجين. بصراحه جميله جدا جدا، ما بتديش ريحه للبطاطا ولا اي حاجه، بالعكس بتدي طعم لذيذ كده تحسي بخير. بصوا بقى انا عايزه العجينه طريه كده زي ما حضراتكم شايفين. بصوا خليتها عامله ازاي، ملبن ملبن كانها دقيق صافي، ما بتتعرفش على فكره وما بتبانش. وعملت منها صينيتين الكيكه التحفه دول. هنا هم في الفرن اهو، طلعوا بسم الله ما شاء الله. كيكه ايه، سوري معلش انا اسفه. صينيتين البيتزا طلعوا اللهم بارك. وهنا بعد ما استووا وطفيت عليهم او مهديه عليهم من تحت ولا اي حاجه، بنفس الطراوه وارتفعت. وبصوا هتشوفوا دلوقتي شكلها. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بألف هنا على اللي شاف وعلى اللي هيعملها بأمر الله. بألف هنا وشاف عليكم يا حبيبي. بصوا من تحت عامله ازاي، حاجه جميله جدا وعجبت ولادي، ووفرت نص الكميه دي. اتمنى تجربوا اللي انا الطريقه ديت، وجربوا تخزين البطاطا كنز في البيت بصراحه، كنز كنز كنز. استغلوا الموسم بتاعها وخزنوها وفرزيها زي ما انا وريتك كده، وطلعيها على العجن، طلعيها على صينيه بطاطا بالبشاميل، طلعيها على صينيه كيكه. بجد جميله جدا جدا يا بنات. كوبايه البطاطا قصادها كوبايه دقيق، كوبايه دقيق. تمام، من غير ما تضيفي اي سوائل. جربي واعجني كده من غير السوائل الاول، لو احتجتي يا ستي ابقي زودي. يا ريت ما تنسينيش في لايك ودعوه حلوه والفكره الجميله الجديده ديت. ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك وشيروا الفيديو بالله عليكم. وشكرا لكم يا حبايب قلبي. ويا ريت يا ريت تجيبوا البطاطا وتخزنوها وتفرزوها. دلوقتي رخصت، الاول كانت غاليه بصراحه، رخصت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.